أهلا بيكم. فيلم البريء واحد من أهم 100 فيلم في السينما المصرية. الفيلم من إنتاج سنة 1986 ومن إخراج عاطف الطيب. الفيلم طبعا سياسي من الدرجة الأولى، وبيحكي عن فترة سابقة في تاريخ مصر كانت صعبة جدا على المصريين، سواء العسكريين أو المدنيين. الفيلم كان عليه جدل كبير جدا، بس اتوافق عليه من وزير الثقافة ووزير الداخلية وقتها، رغم معارضة جهات رقابية كتير جدا. العبقري أحمد زكي طبعا اللي جسد الشخصية بتاعته بشكل يخليك تنسى إنك بتتفرج على أحمد زكي بجد. والمفاجأة الحقيقية كانت في دور محمود عبد العزيز، اللي بجد قدر يوصل لك التناقض البشري الرهيب. وعشان نفهم كل ده، تعالوا نبدأ. بيبدأ الفيلم وإحنا بنشوف أحمد، الشاب البسيط الجاهل اللي ما يعرفش في الدنيا غير الغيط والزريبة والدوار، وبيكون واخد البهايم للغيط عشان يرعى الأرض. وفي بيت أحمد بتكون أمه بتحط أكل لأخوه واللي بيكون عقله مش كامل. وبالليل بتروح أم أحمد عشان تستعطف العمدة، لأن جاله أمر من القاهرة إن ياخد أحمد مع شوية شباب من البلد للتجنيد الإجباري، بس طبعا ده بيكون أمر واجب النفاذ. لما بيكون أحمد بيشتري من البقال، بيضربوه العيال في البلد بالقفا، وبيكون باين إن الكل بيستهي في أحمد، لدرجة إن واحد منهم بيأكد له إنه هيترفض من التجنيد لأنه ما عندوش مخ. ولما بيعملوا له رهان إنه ياكل حلاوة وملح بكمية كبيرة، بيلحقوا حسين المتعلم الوحيد اللي في البلد، لأنه كان ممكن يموت بسبب الرهان ده، وبيحميه من العيال اللي بتتنمر عليه. ولما بيكون أحمد ماشي مع حسين، بيكون متضايق إنه هيتجند، بس حسين بيفهمه إن التجنيد ده واجب وطني لحماية البلد من أعدائها، وده حق البلد على كل واحد من ولادها، وبيحاول يحببه في الجيش والعسكرية. والصبح بينضم أحمد مع شباب البلد اللي هيتجندوا عشان يروحوا كلهم لمركز التجنيد اللي بيجمع الشباب من كل محافظات مصر. والغريب إن بعد ما بيتعمل فحص واختبارات الجيش لأحمد، بيتقبل في الخدمة العسكرية، وبيبتدي يستلم لبس الخدمة والمعدات بتاعته كاملة، وبيتنقل مع زمايله وسط الصحراء في مكان مجهول لواحد من معسكرات وسجون المعتقلين السياسيين في الوقت ده. وجوه السجن بيكون الشاويش بيعذب المساجين عشان واحد منهم اقترح يعمل إضراب عن الأكل، في الوقت اللي بيبتدي يستلم الدفعة الجديدة واللي منهم أحمد شغلهم في السجن. وبيسأل الشاويش إذا كان حد فيهم بيعرف يقرأ أو يكتب، فبيطمنوا عسكري التسليم إن كلهم جهلة. وبيختبر الشاويش أحمد إنه يأمره يضرب زميله، فبدون تردد بينفذ أحمد الأمر، وبينبسط الصول لأنهم كلهم بينفذوا أي أمر بدون تفكير. وبيشوفوا وقتها واحدة من طرق تعذيب المساجين، وهي تجويعهم وبعدها يأكلوهم زي الكلاب. لما بيسأل أحمد عن المساجين دول يبقوا مين، بيعرفوا الشاويش إنهم أعداء الوطن، فبيقول له أحمد إن المفروض ما يدهمش أي أكل لأنهم خونة. وبيقول بالليل لزمايله الأحسن يقتلوا الأعداء دول بدل ما يحموهم ويأكلوهم. وبنروح للقاهرة عشان نشوف العقيد شركس، واللي بيكون بيشتري لعبة لصاحبة بنته عشان عيد ميلادها. ولما البياعة بتقوله في لعبة عسكر وحرامية، بيطلب لعبة رقيقة زي الجيتار، وبيكون جنتل قوي في التعامل مع الناس. ولما بيخرج بيلاقي عسكري بيزعقله عشان واقف غلط بعربيته، فبيتعامل معاه شركس بأدب وهدوء غير عادي. ولما بيوصل لعيد الميلاد وبيلاقي إن الساحر مجاش عشان يعمل عروض للأطفال، بيبدأ يلاعب هو بنفسه الأطفال ويضحكهم ويعمل لهم ساحر وأراجوز. وفي نفس الوقت بيكون بيتم تسليم دفعة جديدة من المسجونين السياسيين، وبياخدوهم عشان يوصلوهم بقطر البضاعة لمكان المعتقل. والصبح بيكون العقيد شركس وصل لمقر المعتقل، وبيركب الحصان بتاعه عشان يستقبل المعتقلين الجداد اللي وصلهم، وبيديله الصول التمام لكل شيء. وبيكون واحد من المعتقلين اتاخد عشان ماشي في مظاهرة للستات عشان يعاكسهم، بس حظه النحس إنها كانت مظاهرة سياسية واتقبض عليه. ولما بيروح لمسجون تاني، بيكون موجود عشان في ناس كبار في البلد بيجبروه يطلق مراته بالعافية. ولما بيرفض، بيقول له العقيد شركس إنهم محتاجينه يخرج عشان يعمل أبحاث في الصحراء اللي كلها عقارب وتعابين، فبيرد عليه إنه مش هينفذ أي حاجة من أوامره. وساعتها بيؤمر شركس بحبل، وبيربطه في الحصان وبيجري بيه، وبيسحله على الأرض عشان يوريه نوع من أنواع التعذيب، وقبل ما بيكون هيموت بيفوقوه. وبنشوف شخصية مختلفة تماما لشركس،
الشخص المتجبر واللي بيستخدم سلطته عشان يعذب الناس، وشخص تاني لطيف زي ما بيكون بيكلم بنته في التليفون، لدرجة إنه بيؤمر المساجين يحفروا بير ويرجعوا يردموه تاني. وبيكون أحمد واقف حراسة عليهم وهو مبسوط إنه مسيطر على أعداء الوطن. بعدها بيستلم أحمد حراسته على برج من أبراج الحراسة، ولما بيطلع الناي بتاعه عشان يسليه بيزعق له الشاويش بتاعه. وفي العنبر بيكون واحد كاتب ومفكر اسمه رشاد بيفكر يهرب من المعتقل، فبيحاول زمايله يعقلوه، لأن حتى لو عرف يهرب من المعتقل هيموت في الصحراء اللي حواليهم اللي مليانة ديابة وتعابين وعقارب. وتاني يوم بيكون في دورة رمي زبالة من المعتقل للصحراء، ولما بتخرج عربية الزبالة بيكون أحمد واحد من الحراسة اللي عليها. وأول ما بيبتدوا يرموا الزبالة بيضرب رشاد أحمد بالجاروف، وبياخد سلاحه وبيهدد باقي الحرس عشان يرموا سلاحهم، بس زمايله بيرفضوا يهربوا معاه، وبياخد العربية وبيجري بيها. وساعتها بيفوق أحمد وبيبتدي يجري وراه، وبتطلع عربيات من المعتقل ومعاهم شركس على حصانه ورا المسجون اللي هرب. ولما بيضرب شركس عليه بالنار بتخبط العربية بتاعته في تلة رمل، وكمان شركس بيفقد توازنه وبيقع من على الحصان. ولما بيحاول رشاد يمسك السلاح بيهجم عليه أحمد، وبتكون فرصة إن شركس يمسك سلاحه مرة تانية. وبيقول رشاد لأحمد إنه مش عايز يأذيه وإنه غبي، بس أحمد بيرد عليه إنه كافر وعدو للوطن، وبيخنقوا أحمد لحد ما بيموت رشاد. وساعتها بيقرب منه شركس وهو فرحان بيه جدا، وبعدها بيحفر العساكر حفرة في وسط الصحراء وبيدفنوا رشاد. وفي المعتقل بيترقى أحمد من عسكري لعريف عشان شطارته، وبياخد كمان أجازة مكافأة من شركس. وبيرجع أحمد للبلد وبتكون بنات البلد معجبين بيه جدا وبهيئته الجديدة، وحتى أخوه بيكون مش عارفه، وبيعرف منه إن أمهم في الغيط، فبيجري عليها أحمد وبيحضنها، وبتكون زعلانة لأن أرضهم بارت بسبب غياب أحمد، فبيطمنها وبيشيل عنها شغل الغيط طول فترة أجازته. وحتى العيال اللي كانوا بيتنمروا عليه في البلد بيقول لهم إنه بيحارب أعداء الوطن، وساعتها بيستغربوا لأن مفيش حرب معلنة في الأخبار. والصبح لما بيكون أحمد في الطريق بيقابل الحاج أبو حسين، وبيعرف إنه سافر للقاهرة عشان بيدرس في الجامعة، وبيطلب منه أبو حسين إنه ياخد معاه أخت حسين واسمها نوارة عشان يسلمها له في القاهرة عشان يطلعوا لها شهادة ميلاد. وبيحميها أحمد في القطر من أي حد بيحاول يعاكسها، وبيبتدي يتخانق مع الناس في الشارع عشان بيعاكسوا نوارة وهي معاه، وبتعجب نوارة بيه وبشجاعته. وبيوصل أحمد لمكان سكن حسين وبيوصل له نوارة، وبيقضي معاهم أحمد اليوم كله وسط زمايل حسين اللي في الجامعة. بعدها بيرجع أحمد للمعتقل مرة تانية، وبيستلم شغله في مكتب القائد شركس شخصيا عشان اللي عمله قبل كده. وبيكون المعتقل مقلوب لأن في عليهم تفتيش بسبب موت رشاد، وبيكون شركس مرعوب لأن رشاد كان مؤلف كبير ومشهور. وبيوصل بالطيارة فريق التفتيش وبيقول لهم إن رشاد مات وهو بيحاول يهرب بسبب الصحراء وصعوبتها، وبيكون مشغل موسيقى في المعتقل كله، وبيبين إن السجن زي الفندق عشان يغطي على جريمته. وبيوروا لهم أكل السجن اللي بيكون بأعلى جودة على غير العادة طبعا، وبيزور كل حاجة عشان التفتيش يكتب تقرير كويس عن السجن. وبيمشي التفتيش وهم مقتنعين إن المعتقل ما فيهوش أي تجاوزات، وبعدها بترجع المعاملة السيئة تاني للمساجين. وفي الجامعة بيكون حسين واقف بيهتف في الطلبة بسبب موت رشاد. وبتعدي فترة وبنروح للمعتقل الصبح، وبيكون تليفون جاي لشركس إن في مجموعة معتقلين جديدة عاملين مشاكل عايزين يتأدبوا. وبتوصل دفعة المعتقلين وبيسيب عليهم شركس الكلاب، وأول ما بيجروا بيبتدوا العساكر يضربوا فيهم بالعصيان بدون رحمة، لحد ما فجأة بيشوف أحمد إن حسين واحد من المعتقلين، فبيتسمر وهو مصدوم وبيوقف العساكر، وبيقول للقائد إن حسين لا يمكن يكون من الأعداء، وإن هو اللي شجعه على التجنيد وأهمية الجيش. وبيرفض أحمد ينفذ أوامر شركس، فبيضربوا شركس بالكرباج وبينضرب أحمد مع المعتقلين. وفي الزنزانة بيفهموا حسين إنهم ضحكوا عليه، وإنه اللي في المعتقل مش أعداء الوطن إنما دول أهله وأهل مصر. فبيتصدم أحمد لأنه قتل رشاد وهو فاكره من الأعداء، وبيفهم أحمد من حسين كل حاجة. والصبح بيدخل شركس للزنزانة
وبيقول لأحمد إنه ممكن يتحاكم ويتضرب بالرصاص بسبب رفض الأوامر العسكرية، بس هيديله فرصة لو ضرب حسين قصاده. ولما بيرفض أحمد مرة تانية بيرملهم في أرضية الزنزانة تعابين سامة، وبيقتلهم أحمد كلهم، بس بيكون حسين اتعض من تعبان منهم، وبيبدأ حسين يموت من السم. وبيوصيه حسين إنه ياخد نوارة يرجعها مرة تانية للبلد، وبيموت حسين بين إيدين أحمد وهو بيصرخ. والصبح بيروح أحمد لمكتب القائد، وبيكون شركس لسه باقي عليه، بس بيؤمر بتنزيل رتبته مرة تانية العسكري وحبسه 15 يوم كإهمال في الخدمة. وبعد فترة الحبس الأحمد بيستلم تاني خدمته على برج من أبراج المراقبة زي زمان، وبيشوف الناي بتاعه مرمي في الأرض، فبيطلب من زميله يحدف له الناي مرة تانية. وبيجي لشركة تليفون تاني إن في دفعة جديدة جاية، فبيشوفهم أحمد من برج المراقبة بتاعه وهم داخلين بوابة المعتقل، وساعتها بيصرخ من جواه بعلو صوته. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب عشان الفيلم الجاي مفاجأة. سلام.